لو انت ثانويه عامه فالفتره دي هي اهم فتره في السنه، بنسبه 85% متوقف عليها مجموعك، فلو ما استغلتهاش احسن استغلال ونظمت فيها وقتك ومذاكرتك ممكن لا قدر الله تضيع مجهود السنه كلها. فركز معايا عشان مهما كنت ماشي كويس او مراكم او حتى لسه ما بداتش، فانا عندي نصيحه ليك وحل لمشكلتك. انا محمد طارق وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بيستاشيو. زي ما قلت لك في الاول يا قلب اخوك، انت لو ما استغلتش الفتره دي احسن استغلال قدر الله ممكن مجهودك كله يضيع في اخر السنه. والله مبدئيا انت حاجه من الثلاثه، يا اما ماشي مع المدرسين كويس ومش مراكم حاجه وبتحل اول باول، وده قله قليله جدا طبعا من الطلاب على مستوى الجمهوريه، اما مراكم شويه ودي اكبر نسبه طلاب على مستوى الجمهوريه، او تكون من النوع الثالث واللي ما اتمناش انك تكون منه. النوع الثالث ده اللي ما بداش اصلا، ده شغلانته الشغلانه وستيل في حل طالما انت عايز تعمل كده. فلو انت عايز تجمع منهجك وتخش الامتحانات وتجيب مجموع كويس هتعرف تعمل كده، فخليك معايا وانا هقول لك ازاي. نبدا بالنوع الاول. لو انت قلب اخوك مش مراقب حاجه الحمد لله وماشي زي الفل ومتابع المدرسين كويس وبتحل اللي بيقولوا لك عليه وبتجيب درجات كويسه في كل واجباتك، نصيحتي ليك اوعى تريح او تطمن للي جاي، اوعى تامن لنفسك. وقبل ما قلبك ينقبض انت بتقفلني بتقول لي اوعى تطمن. لا، انا مش بقول لك اوعى تطمن، بقول لك اوعى تطمن لنفسك، لانك لو اطمنت لنفسك هتلاقي نفسك مرتاح بقى. ما خلاص انا مخلص المنهج يا باشا، انا بحل كل حاجه الحمد لله. حل كده شوف كده، الكيمياء العضويه دي لعبتي اساسا. محمد علي مش عاملها معايا زي ما عاملها مع كل الدفعه. اقول لك تخلي بالك عشان لو اطمنت لنفسك هتريح، ولو ريحت انت كده بتقتل مجموعك بايدك، لان الفتره دي هي اكتر فتره ما ينفعش تريح فيها، لازم تبذل اقصى مجهود. يعني لو كنت بتذاكر 4 ساعات في الايام العاديه، في فتره المراجعه دي لازم تذاكر من 8 ل 12. وانا مش بافور، خلي بالك، هو الحياه كلها مش مذاكره، بس انت لازم تعمل كده لو عايز تحافظ على مستواك، جيب المجموع اللي مستوى مذاكرتك هيجيبه. فاوعى تريح، اوعى تطمن لنفسك، اوعى تمشي ورا الشيطان، عشان الشيطان ساعتها هيحفر لك حفره تقع فيها مش هتطلع، هتجيب اجلك واجل مجموعك واجل الثانويه العامه كلها. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك، الفتره دي مهمه جدا، ما ينفعش تاثر فيها. طالما انت كويس وجامد وما قصرتش في اللي فات، اوعى تاثر في اللي جاي. بس دي نصيحتي للنوع الاولاني اللي هو مش مراكم حاجه وماشي زي الفل مع المدرسين. توفيرا لوقتك، لو عايز تقفل الفيديو لحد هنا ممكن تقفله. رايح فين يا رايح فين؟ سبسكرايب ولايك الاول قبل ما تمشي، يعني ما تبقاش بخيل كده، بس عشان ما اطولش عليك وما اضيعلكش وقتك. تعالى بقى للنوع التاني. انا مراكم حبه محاضرات حلوين دمهم محتاج مجهود مش قليل، فانا هقول لك حبيب قلب اخوك رتب اولوياتك. انت واقع في انهي ماده قوي؟ يعني مثلا واقع في الكيمياء، ابدا الم فيها هي اكتر حاجه عشان انا واقع فيها. حلو، وتلم كده مجمل اللي انت موقعه كله. والله انا مراكب مثلا في الكيمياء 5 محاضرات، في الفيزياء 4، في العربي 6، في الانجليزي 7. تبدا تلمهم وتحصر مجموعهم وتقسمهم على عدد ايام معين، وبحيث برضو ان انت ما تاثرش في المواد اللي شغال فيها. وممكن تعمل كده بان انت مثلا تاخد محاضره من اللي فات على محاضره من الجديد، هتبدا تربط بين الاثنين والموضوع هيديك عامل قوه احسن ما هو عامل ضعف. فلم نفسك ولم محاضراتك، وان شاء الله لو مشيت على الكلام ده هتعرف تلم اللي وراك باذن الله وتخش الامتحانات وتطلع منها بمجموع كويس باذن الله. تعالى بقى للنوع الثالث، واللي حالته يعني مش يعني يعز عليا ان اقول ان هي مزريه صعبه جدا. لما هنزود عدد المحاضرات المتراكمه كل ما الموضوع هيبقى صعب جدا في الحل. وانت لسه ما بداتش خالص بايدك تحل، بس عايز منك مجهود وانضباط جبارين اكتر من اي وقت في السنه واكتر من اي حد معاك. انت مش هينفع تفتح شرح تاني، هتفتح مراجعات الفصل اللي هي المراجعات النهائيه اللي بيعملوها المدرسين على المنصات بتاعتهم. هتتفرج على مراجعه فصل، المستر مشكورا ليه بيراجع لك الفصل بالتفصيل الممل من 3 ل 4 ساعات. حاول مثلا تسرع الفيديو شويه، لو 1.5 اكس او حاجه ممكن يخلصوا معاك مثلا في 3. نفترض مثلا ان هم خلصوا معاك في 3 ساعات او 3 ساعات ونص، وخدت فيها نص ساعه بريك، كده انت خلصت الفصل شرح بس في 4 ساعات. منطقي.
طبعا ده يمشي مثلا على الفصل الاول كيمياء، على الدعامه والحركه في الاحياء، على الهرمونات. ما يمشيش مثلا مع الفصل الثالث. فالفيديو المراجعه ممكن تلاقيه لوحده 7 ساعات، ده تخليه في يومين مثلا. الفصل تخليه في يومين. الفصل اللي يبقى مستعصي معاك وياخد اكتر من يوم اديله وقته. بس الفكره انك شغال بتحرق من 10 ل 12 ساعه في اليوم، وده طبعا صعب على اي بني ادم طبيعي، بس انت عايز تلحق دلوقتي، فمستعد تبذل اي حاجه وتبذل اي مجهود عشان توصل لهدفك. لو انت عايز توصل لهدف، فهتخلص الفصل بشرحه وتبدا بنفس الوقت. لو خلصته في 4 ساعات تبدا 4 ساعات زيهم تحل على درس في الفصل. واهتم باسئله السنين اللي فاتت، عشان دي يعتبر اهم حاجه اساسا في الاسئله. وانا مش بقول لك كلام مستحيل، انا بقول لك كلام لناس عملت كده فعلا، ومدرسين كانوا بيرشحوا حاجه زي كده. دكتور محمد ايمن مثلا على دفعتي، مش لسه الاحياء اتضمت على الجيولوجيا، قال لو انت لسه ما بداتش ممكن تخلص الاحياء في اسبوع. تخيل اسبوع هتبدا زي ما قلت لك اليوم من الفجر تبدا تتفرج على شرح الفصل وتذاكر كل تفصيله منه، نص اليوم التاني تبدا تحل على كل تفصيله في الفصل وهتخلص. فمعلش يعني ما تجرب، انت خسران حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ فما تشيلش هم واشتغل بالطريقه دي، وان شاء الله تجيب نتيجه وتقدر تخش الامتحانات وتعدي منها باذن الله وتجيب درجه كويسه. اخيرا اللي انا هقوله ده موجه ليك كطالب ثانويه عامه، مهما كان مستواك الدراسي ومهما كنت مراكم قد ايه، علوم او رياضه او حتى ادبي، ركز معايا في الكلمتين دول. الكلمتين اللي هقولهم لك دول انا زيك في الوقت ده كان نفسي حد يقولهم لي. صلي على النبي. يظهر لك في الفتره دي فيديوهات، تعالى اقول لك ازاي بدات في شهر 4 جبت 99%، تعالى اقول لك ازاي بدات في شهر 5 وجبت 95%، تعالى اقول لك ازاي بدات ليله الامتحان ودخلت طب. كل الكلام ده حبيب قلب اخوك هبد مطلق، حرفيا ده هبد مطلق. عايزين يلموا بيه فيوهات عشان انتوا غلابه. واحد يا عيني مراكم المنهج مش عارف يلمه ازاي، فبدل ما يقول له حلول عمليه ويقول لك تعمل كذا كذا كذا، تعال اقول لك بدات ازاي ليله الامتحان ودخلت طب. مفيش حد بيعمل كده، بتبقى نسبه قليله جدا يا قلب اخوك، نسبه قليله جدا اللي عندها الانضباط، الاراده العاليه ان هم يفضلوا مكملين بالمستوى ده من 10 ل 12 ساعه مذاكره في اليوم بما انهم مزنوقين، لان مش ده الطبيعي. اوعى تفكر وتقعد تحرق في مخك تقول طب افرض ما جبتش، وافرض. ده شيطان، ده شيطان عايز يشتتك عن اللي انت بتعمله ويلهيك بالهبل ده. مش انت بتسعى وبتعمل اللي عليك وبتحاول قدر المستطاع ان انت تلم، يبقى خلاص النتيجه اللي هتطلع ارضى بيها، لان ده قدر ربنا ليك وربنا ما بيظلمش حد. ان شاء الله ربنا هيجبرك بالمجموع اللي نفسك فيه وبالكليه اللي نفسك فيها باذن الله. كده قلنا نصيحتين. النصيحه الثالثه، ركز على امتحانات السنين اللي فاتت عشان تفهم دماغ اللي بيحط الامتحانات. هو مش سوي نفسيا بالمناسبه، محدش حضن وهو صغير تقريبا او حصل له تروما فبتلاقي ده في امتحاناته ايا يكن. مثلا الصياح اللي حصل على امتحانات كيمياء 23 او احياء 23 او فيزياء 24 واحياء 24 اللي هي دفعتي، سؤال الفقرات اللي حارق دمي لحد دلوقتي ده. بغض النظر ركز على امتحانات السنين اللي فاتت عشان تفهم دماغ اللي بيحط الامتحان بيحطها ازاي. دي من اهم الحاجات اللي لازم تلتزم بيها في الفتره دي. رابع نصيحه، كل كويس ونام كويس. ثواني، كويس مش كتير، شتانه ما بين ذلك وذاك. كل كويس ونام كويس، مش كل كتير ونام كتير اطلاقا. النوم الكتير مش نوم كويس. نام عدد ساعاتك العاديه، ما تسهرش. يتلم بالليل يتلم بالنهار. معنى كده انك تضيع اليوم وتقول خلاص بقى هنام دلوقتي واصحى الفجر اذاكر. دوامه واقع فيها لحد دلوقتي، هنام دلوقتي واصحى الفجر اذاكر. ما بتصحاش الفجر ومش بتذاكر، هتذاكر امتى؟ حرام عليك بقى يا اخي. ما تسهرش وابدا ذاكر من الصبح عادي وخلص اللي وراك ونام كويس وكل كويس. يعني مش عشان انا بذاكر دلوقتي مش فاضي ومركز وكل تركيزي في المذاكره ان انا انسى نفسي وما اكلش. ان لبدنك عليك حق، زي ما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. فدي لجسمك حقه في النوم والاكل. كل اكل صحي فيه فيتامينات واوميجا 3 كتير عشان ده هيساعدك في التركيز بلا شك. حاول ما تكترش من المنبهات عشان ترند لزقه الكافيين اللي بتتحط على اللسان. يا اسطى انت مدمن؟ ايه مالك يا صاحبي؟ ده ادمان.
مش دي اللي هتفوقك والله. نام كويس هتفوق، هتصحى فايق. الكافيين مش بيزود لك تركيزك، الكافيين منبه بيصحيك. طب ما تنام كويس، نام كويس واصحى اشرب لك كوبايه القهوه وتمام. انما توصل للازقه بتتعاطى كافيين يا ابني، تتعاطى كافيين يا صاحبي ايه؟ ايه يا قلب اخوك في ايه؟ مش للدرجه دي يعني. خامس نصيحه والاخيره، هي ممكن ما تكونش نصيحه قوي بس هي مقوله جدا للامام ابن الجوزي ومتبنيها الدكتور احمد الجوهري اللي بيحطها في كل ظهر نوتة ليه من اللي بيقدمهم مع الكتب بتاعته في فتره المراجعه. يقول لك: واعلم ان الخيل اذا شارفت على نهايه المضمار بذلت قصارى جهدها كي تفوز بالسباق، فلا تكن الخيل افطن منك، انما العبره بالخواتيم. زي ما بقول لك: وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فشد حيلك، لان انت زي ما شفت في صورة الفيديو انت في بداية النهاية، وان شاء الله تبقى نهاية السنة دي نهاية سعيدة ليك ولكل طلاب الثانوية العامة بإذن الله. وبس ارجو من الله ان الفيديو يكون فادك. لو استفدت من الفيديو شيره مع اصحابك، لايك، سبسكرايب. كان معكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكة، من غير بيستاشيو. فلا تدعني